اليوتيوبر والرحالة المصري أحمد البدوي عمل زيارة للقدس وتحديدا في البلدة القديمة والمسجد الأقصى، والكلام ده كان في العشر الأواخر من رمضان اللي فات. بجد الفيديو بتاعه ده من أحلى الفيديوهات اللي أنا شفتها من فترة كبيرة جدا، وأنصحكم كلكم إن انتوا تشوفوه على اليوتيوب. طبعا البلدة القديمة دي هم مقسمينها لأماكن خاصة بالمسلمين وأماكن خاصة بالمسيحيين وأماكن خاصة باليهود. هو يعني يعتبر زار معظم المناطق. بدأ بزيارة مسجد قبة الصخرة، هو المسجد ده، لان للاسف الشائع عندنا ان لما بتيجي الصوره دي بيتقال عليه ان هو المسجد الاقصى، في حين ان المسجد الاقصى دي ساحه المسجد الاقصى ككل. يعني الساحه بتضم الجامع القبلي ومسجد قبه الصخره وبقيه الحاجات المحاوطه بالسور، لكن لما بيجيبوا لنا صوره مسجد قبه الصخره على انه المسجد الاقصى، لا، ده يعتبر تمويه او ان هو يعتبر تزييف. الساحه دي كلها بيطلق عليها المسجد الاقصى. اول حاجه هو دخل مسجد قبه الصخره ووراه لنا من جوه بطريقه جميله جدا، وده شكل القبة من جوه. شوفوا شكلها، الزخارف فيها ما شاء الله روعة. مسجد قبة الصخرة في مستوى تاني لأسفل، والدرجة اللي تحت دي تعتبر مساحة ضيقة مش كبيرة، وهي برضو عبارة عن صخور، الحوائط بتاعتها صخرية يعني. قال إن سبب تسميته بمسجد قبة الصخرة علشان القبة تحتها صخرة. دي بعض الزخارف والآيات القرآنية الموجودة في المسجد، وبرضو ده جزء من المسجد. بعد كده خلص مسجد قبة الصخرة واتجه على الجامع القبلي، وده شكل المسجد او الجامع من بره، وهو ده الجامع اللي بيقام فيه الصلاة. الجامع ده ما شاء الله مساحته كبيرة جدا، اكبر من مسجد قبة الصخرة. زي ما انتم شايفين كده، بجد انا ما شفت الفيديو كنت حاسة ان يعني عندي كمية طاقة ايجابية مش طبيعية. المنبر ده اسمه منبر صلاح الدين، وهو ده اللي بيقف عليه الامام وبيؤذن للصلاة، والجامع هنا هو ده اللي بيقام فيه الصلاة، او الامام بيقوم المصلين من المسجد ده مش من مسجد قبة الصخرة. ودي شكل القبة الداخلية للجامع القبلي. خرج بعد كده من الجامع القبلي، ومن الناحية التانية في بقى حائط البراق، او اللي هو سموه اليهود حائط المبكى، اللي هم بيبكوا عنده يعني علشان هيكل سليمان والتخاريف بتاعتهم دي. هو في الجهة الغربية من الحرم القدسي. كمان راح على مصلى باب الرحمة. عايزاكم تبصوا على المكان، بصوا محافظ على عراقته واصالته ازاي، وعلى الاحجار فعلا تحس انها احجار عتيقة ومحافظة على العراقة بتاعتها. ده صورة بتاعت المسجد من جوه. واحمد قال ان المكان او الساحة فيها اكتر من 200 معلم اثري وديني، بين آبار وما بين مآذن وقباب. بعد كده رافقه في الزيارة شاب فلسطيني اسمه حمزة، وهو مرشد سياحي فلسطيني، وكان بصراحة في منتهى التعاون ومنتهى الأخلاق. عدوا على طريق اسمه طريق السلسلة اللي هو بيؤدي إلى باب السلسلة، ومن ضمن الأماكن اللي عدوا عليها عدوا على محل لشاب فلسطيني. المحل ده نازل لتحت كده، ومن جوه في مغارة أو في نفق بيطلع على المسجد الأقصى من الناحية التانية. ويقول إن اليهود عرضوا عليه مبالغ كبيرة جدا عشان يشتروا منه المحل ده، لكن هو رفض إن هو يديهولهم. وحمزة قال ان هما من ساعة الحرب الكيان منع اي حد من غير اهل البلدة القديمة ان هو يخشها، لكن هما بس في العشر الاواخر من رمضان هو يمكن الموضوع بقى اسهل شوية. وفي الطبيعي اصلا ان البلدة القديمة دي بيجيها ناس من جميع الديانات، لان فيها معالم تاريخية واثرية بتخص جميع الديانات، زي مثلا كنيسة القيامة، طبعا المسجد الاقصى. الطريق ده بقى بيطلع على حاجة اسمها حارة اليهود او شارع اليهود. حمزة قال ان مدينة القدس لحد 1967 او البلدة القديمة ما كانتش متقسمة لاحياء. بعد بقى 67 اليهود قسموها لحي اسلامي، حي مسيحي، وحي يهودي، وحي ارمني. الحي اليهودي ده كان اسمه قبل كده حي المغاربة، نسبة الى المغاربة او الناس اللي جم من شمال افريقيا مع صلاح الدين لما جاء يحرر القدس. كمان اللي استغربت له جدا ان هم قالوا ان المدينه او البلده القديمه هي تعتبر مستويات تحت بعضها، هي مش مستوى واحد كده، لا، انتوا هتلاقوا ايه، سلالم وبتنزل على درجات وبتنزل على درجات، فحاجه يعني غريبه قوي. عايزاكم طول ما هم ماشيين يعني شوفوا العراقه بتاعه المكان والمدينه، تحس فعلا مدينه عتيقه ومدينه محافظه على عراقتها بجد. بعد كده بقى دخلوا على حارة اليهود. طبعا اللي هو بيسكنها أكيد يهود يعني، والمكان ده طبعا قبل الاحتلال كان بيسكنوا المسلمين أو العرب والمسيحيين، وكان قلة قليلة من اليهود اللي كانت بتسكن. كان في تعايش ساعتها، ما كان اليهود موجودين وكانوا قلة، كان في تعايش ما بين المسلمين والمسيحيين واليهود، ما كانوش المسلمين مضطهدينهم ولا حاجة. وحمزة قال إن اليهود طبعا كالعادة يعني بيغيروا كل أسماء الشوارع، بيغيروها من أسمائها الأصلية ويحطوا أسماء تانية، أسماء بقى باللغة بتاعتهم أو باللغة العبرية يعني، عشان يحاولوا يطمسوا هوية المدينة. والعجيب بقى ان شارع اليهود ده فيه اكتر من مسجد، ومن ضمنهم الجامع العمري اللي هو في الصورة ده، بس طبعا مغلق ومفيش منه اذان ولا اقامة ولا صلاة حتى. كل الجوامع الموجودة في الشارع ده مغلقة. وفضلوا بقى مكملين في الشارع، وطبعا الشارع هم عدوا على يهود كتيرة قوي. عدوا على كنيسة اسمها كنيسة الخراب. الغريب ان اليهود اما بيروحوا اي مكان بيطمسوا معالم او هوية المكان الاصلية، طبعا عشان هم اغلبهم جايين من امريكا ومن اوروبا، فهم عاملين بقى الطراز الجديد على الطراز الاوروبي يعني. في بعض المعالم الموجودة هناك في الشارع، وده جزء من الشارع واليهود ماشيين، ومن الناحية التانية الأذان كان شغال ساعتها من ساحة المسجد الأقصى.
اصلا المكان او الساحه كانت كلها كتله واحده، لكن طبعا ما اتقسمتش الا بعد ما جم اليهود. ده نصب تذكاري موجود هناك. كمان احمد مصور محلات الاكل موجوده في شارع اليهود. تخيلوا ان هم كمان سارقين الاكلات الفلسطينيه وناسبينها لنفسهم، هم اصلا ما لهمش هويه ولا لهمش مطبخ مخصوص بيهم. فمثلا زي الحمص، الزعتر، الفلافل، الحاجات دي كلها اكلات فلسطينيه هم بيقدموها في محلاتهم. ده جانب من المحلات الموجود في شارع اليهود، طبعا برضو معمول على الديزاين الغربي. اللقطه بقى دي من الفيديو بجد انا استوقفتني جدا، وليها الف معنى ومعنى، وانا هسيبكم انتوا تكتبوا لي معاني تحت في الكومنتس. كيان بقى عامل الخريطه بتاعته حاططها وراسم فيها كل الاماكن اللي هو محتلها، بما فيها هضبه الجولان اللي في سوريا. يعني هم معتبرين ان هضبه الجولان دي تبعهم او ان هي جزء منهم. هم احتلوها سنه 1967. اثناء الجوله بتاعتهم قالوا ان كاميرات الاحتلال رصدتهم ووقفتهم وامرت بتفتيشهم، وبعد كده سابوهم. حمزه قال ان ده الطبيعي عندهم، ان هم عادي بيفتشوا كل شويه. كان موجود هناك في شارع اليهود مسجد اسمه مسجد الديسي، والمسجد ده برضه مغلق، ما بيقامش فيه ولا اذان ولا اقامه ولا صلاه. وده جانب من اسوار القدس او حدود البلده القديمه. بعد كده عدوا على باب اسمه باب النبي داوود، واليهود بيسموه باب الملك داوود، والباب مليان طلقات رصاص من قوات الاحتلال. البلدة القديمة كان ليها 15 باب، منهم بس 8 هم المفتوحين دلوقتي. معظم اليهود اللي احمد سمعهم بيتكلموا بالانجلش، حتى ما بيعرفوش يتكلموا عبري، لان هم اغلبهم جايين من امريكا ومن اوروبا. وحمزه قال اثناء الجوله ان دي اول مره يجي يلاقي الشارع هنا المحلات فيه فاتحه منذ بدء الحرب، لان معظم المحلات كانت قافله من وقت الحرب. بعد كده عدوا على مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمسجد ده في ظهره كنيسة القيامة. هم في طريقهم لكنيسة القيامة طبعا اختفى بقى اليهود عشان هم داخلين على الحي المسيحي، فابتدى يظهر بقى القساوسة والمسيحيين اللي هم رايحين الكنيسة عشان الصلوات بتاعتهم. دي الساحة بتاعت كنيسة القيامة، هي تعتبر من أهم الكنائس في العالم. بيجيها المسيحيين من جميع الطوائف، يعني هي مش خاصة بطائفة معينة، لا ده بيجيها المسيحيين من جميع الطوائف في العالم، من جميع الجنسيات. حتى هنا هو مصور ناس هنود موجودين في الكنيسة، وكان في كمان ناس من الفاتيكان برضه هو مصورهم. في صورة للكنيسة من جوه، المسيحيين بيجوا فيها علشان أخذ المباركة وعلشان التعلم. وده شكل الكنيسة من جوه، فعلا شكلها في منتهى العراقة والقدم. ما هما كانوا ماشيين في الكنيسة كان في صلوات بتقام هناك. وده شكل القبة الداخلية اللي موجودة في الكنيسة. وده جانب آخر من الكنيسة في منتهى العراقة. وحمزة بيقول طبعا المسلمين والمسيحيين هناك كانوا متعايشين في البلدة القديمة على مدار آلاف السنين، ما كانش في بينهم أي مشاكل. بعد كده خرجوا من الكنيسة وتوجهوا على الناحية اللي هتوديهم على المسجد الأقصى تاني. راحوا عند مكان اسمه سوق العطارين. المكان ده بقى مليان بأنواع العطارة الفلسطينية الأصيلة. هما دخلوا الشارع ده كله مليان محلات عطارة فلسطينية. بعد كده مروا على باب اسمه باب العمود، وده يعتبر من أشهر الأبواب اللي بتدخل على البلدة القديمة. والمكان هناك مزدحم بقى أكتر من الأحياء التانية اللي هما راحوها، مزدحم بالفلسطينيين والبضائع اللي الفلسطينيين بيبيعوها. وطبعا ختم الزيارة بتاعته بأن هو رجع تاني على المسجد الأقصى، وعلشان هما كانوا في رمضان هو راح بقى رجع على وقت الفطار، فقدموا له هناك المقلوبة على الطريقة الفلسطينية. ختمها بالصلاة في المسجد الأقصى. بجد ده من احلى الفيديوهات اللي انا شفتها من فتره طويله. بحييك يا احمد على جرأتك وعلى شجاعتك ان انت قدرت تروح في الظروف دي. وربنا ينصر اهلنا في فلسطين يا رب، وان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا صلاه في المسجد الاقصى وهو محرر باذن الله. شكرا ان انت اديتنا لمحه عن البلده القديمه، وان انت فعلا صورت لنا صوره حيه منها، ومش كتير عملوا كده. فشكرا ليك بجد على الجوله دي.